دي احلى حلة كرنب عملتها. كنت بعمل زمان زي ماما وبشيل ورقة ورقة من الكرنبة وبسلقها، بعدين اعتمدت الطريقة دي بعد ما جربتها وعجبتني. بشيل الراس بتاعت الكرنبة كده وبجوف مكانها، وفي المية المغلية فيها كمون وسكر. معرفش ايه سر السكر، بس كبرت لقيت ماما بتحط في مية الكرنب سكر. لو تعرفوا السر اكتبولي. بعدين احطها دقيقتين كده 3 بالكتير من الوش ده، وبعدين نقلبها على الوش التاني وعلى نار بقى متوسطة، ونسحب ورقة ورقة. انا ما بحطهاش في مية متلجة، لانه كل 30 ثانية بالظبط غلوة واحدة وبسحب الورقة، فبتكمل سواها على السخونية اللي فيها. برص كل مجموعة بنفس المقاس فوق بعض، ده هيسهل عليكم تقطيعها. تشيلوا العروق الجامدة بالأول، وبعدين كل 4 صوابع وتروحوا قطعين بالسكينة خط واحد وترصوهم فوق بعض وتقطعوهم على 3. خلصت كل الكمية. هحط بقى قدامي الخلطة بتاعت المحشي، هتلاقوا الفيديو بتاعها بالتفصيل موجود على الصفحة. وابدأ احشي كل الورق الكرنب واخلصه وارص الحلة بتاعتي. نحط طبقة من العروق من تحت كده، بتاخد طعم حلو وفي نفس الوقت ما بتخليش الكرنب يلسع ويبقى مباشر على النار. اهم حاجة تحشوا البطاية بتاعت الكرنبة دي، خطيرة يا جماعة. والمرقة تبقى سخنة، هكتب لكم كل التفاصيل تحت الفيديو. المرقة تغطي الكرنب بعقلة صباع واحدة بس، علشان يطلع معاكم مفلفل وما يعجنش. احلى لحظة لما بمسك حلة الكرنب وبدلقها كده في الصينية وبس كده.